ونختم النشرة بإبداعات الفني السابع، حيث افتتحت بالعاصمة الأيام السينمائية لفيلم التراث في طبعته الثانية تحت شعار التراث رافد اقتصادي وسياحي. التظاهرة الثقافية التي تشارك فيها فلسطين كضيف شرف إلى جانب 10 بلدان عربية تنظمها المنظمة الجزائرية للتراث والسياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع المركز الجزائري للسينما. التفاصيل مع فوزية فوغالية. لطالما رافقت السينما الشعوب في مختلف الوقفات التاريخية والتراثية، وملتقى الأيام السينمائية في طبعتها الثانية فرصة لمرافقة مختلف المشاريع الثقافية الهادفة والترويج للتراث المادي واللامادي. عودة السينما في كل لما نشوفوا أفلام في التراث، هذه أول مرة تكون على مستوى سينماتيك العاصمة. هذا تثمينا لكل التراث المادي والتراث اللامادي الموجود عبر هذا القارة، قارة الجزائر. التظاهرة حضرت وجوه فنية وسينمائية ومخرجين ومنتجين. نحن نهدف من هذه التظاهرة إلى التعريف بوجهة الجزائر السياحية. التظاهرة السينمائية شارك فيها 170 فيلما من 19 دولة. تم الاتفاق على 14 فيلم من 10 دول عربية وأجنبية للمشاركة في المسابقة. تفرجنا إلى حد الآن في 14 فيلما وصلونا عبر العالم. الضيف الشرف لهذه الدورة هي دولة فلسطين، وهذه حاجة نشكر عليها الجزائر كدولة والمنظمين وكل الساهرين على القطاع الثقافي. حضورنا كممثلين عن دولة فلسطين كان له صدى كبير، بالذات أن هذا المهرجان تحول لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وبهذا الخصوص نتقدم بالشكر والتقدير للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على وقوفهم الثابت ومواقفهم المشرفة مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني. تبقى السينما رافد اقتصادي وسياحي يروج لثقافة الشعوب من جهة، ويوطد العلاقات بين مختلف الدول من جهة أخرى.